رئاسة لجنة المتابعة. والكلام يجب أن يكون بدون مجاملات، بدون مجاملات. هنالك محاولة لحرف الجماهير العربية خارج نضالها. نقص في المساكن، أما عندنا فهناك هدم للمساكن إضافة إلى النقص الفظيع. وعندما نتحدث عن مناطق النفوذ يصبح الأمر ضربا من العبث يدعونا أحيانا أو يدفعنا أحيانا إلى اليأس. فبلدة مثل عرابة يزيد عدد سكانها عن 23,000 نسمة، تقتصر منطقة نفوذها على 8,500 كبيرة التي تثقل على كاهل العائلات العربية عامة. حقيقة إنها المناسبة الأولى التي تعم فيها الموجة الاحتجاجية كافة المدن والقرى في البلاد اليهودية والعربية. ولذلك نحن نرى أن هذا النضال اليهودي العربي المشترك هو التحدي وهو الجواب الصحيح لمثل هذه السياسة التي تنتهجها هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها والحكومات الإسرائيلية عامة منذ عقدين من الزمن، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت السياسة النيوليبرالية، السياسة الرأسمالية هي السياسة السائدة والمتبعة لدى كافة الحكومات في رمضان في كل مكان. هاي اسمها من محور الخير. وأمريكا اللي قلبها واجعها قال على الشعب السوري هاي محور خير، أما قلبها مش واجعها على الشعب الفلسطيني ولا على الشعب ولا على أي شعب آخر. هذا هو محور الخير. فإحنا بنقول كل الاحترام للمناضلين ضد هذا المحور الجنب اللي في طليعة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية اللي عم تتشارك وعم تتعاون من أجل مخطط إقامة شرق أوسط جديد كبير أكثر موالاة للاستعمار الأمريكي. هاي هي المعادلة وهاي هي الحقيقة. وشرف كبير أيها الرفيقات والرفاق لهذا العلم الأحمر راية الكفاح للحزب والجبهة والشبيبة أنه يرتفع في كل مكان، في تل أبيب، في القدس، في عرابة، في الناصر، في حيفا. وألف تحية للمناظرات والمناضلين في الخيم من يهود ومن عرب. هذا هو موقفنا. ولذلك عاشت محاولة لحرف الجماهير العربية خارج نضالها وخارج شرعيتها وخارج أولوياتها. هنالك من يريد أن يضع الجماهير العربية في قمقم مقفل محكم نضج ونصرخ فيه دون أن نؤثر على شيء. أنا أقول هذا الكلام هو خيانة للمصالح الأساسية لمجتمع. محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا للتنحي عن منصبه في لجنة المتابعة. نحن لم نصل إلى هذه النتيجة، لكن رئيس المتابعة لا يستطيع أن يعزل الجماهير العربية عن النضال العام من أجل حقوقهم ومن أجل المساواة ومن أجل حقهم في التعليم وفي الصحة وفي توسيع مناطق النفوذ. من لا يقوم بدوره هذا تجاه معاناة الناس اليومية لا يستطيع أن يقوم بدور قيادي بين الجماهير العربية. أن تكون قائدا بين الجماهير العربية أن تكون ملاصقا لمعاناتها، لأحاسيسها، لهواجسها، ليس لعزلها. والآن هنالك فرصة. نحن عندنا انتقادات كثيرة على حركة الاحتجاج في إسرائيل. هي ليست ناضجة، هي لا تفهم الصورة بشكل جيد، هي لا تفهم كل مطالبنا الخاصة.